يعني مرة لما اقول لكم ان الاهلي هيكسب في رادس يبقى هيكسب في رادس. ناس كتير قوي كانت مشككة قوي ان النادي الاهلي هيروح هناك. يعني يا رب نطلع بتعادل، يا رب نبقى 1-1، يا رب تبقى النتيجة ايجابية بس في التعادل. انا الوحيد او انا وكم حد كده منهم الاستيري اللي كان مأكد على ان الاهلي هيكسب هناك 1-0، 2-1. انا كنت بقول لزمايلي 2-0 او 3-0 كمان، والحمد لله ان ربنا نجدني وفعلا كسبنا. ويلا بينا نشوف اهداف النادي الاهلي في رادس. الهدف الاول زي ما انتم شايفين بيرسي تاو، النجم الجنوب افريقي اللي تألق في الاونه الاخيره، خصوصا مع كولر اللي طور اللعيبه بشكل جيد، بيجيب هدف ولا اروع من كده. طبعا الشيبتي ولا معرفش اسمه ايه بصراحه، الجون اللي واقف ده غير معز بن شرفاه خالص وتماما. فعلا الترجي متأثر تأثير جامد جدا بسبب الغيابات اللي عنده.